تخيل انك تكون مطارد من قاتل متسلسل ومصمم ان هو يقتلك. قصتنا بدأت بصديقين من الطفولة، أكرم وأدري، واللي بيصحوا في سنة 2020 بيكتشفوا ان زوجة وابن أكرم اتخطفوا، وبيعدي 3 أيام ولسه برضه ولا الخاطف اتواصل معاهم. وأدري بيقرر يواجه أكرم بالحقيقة اللي هم خايفين ينطقوها، وهي ان هم عارفين الخاطف، وان الخاطف ده هو البعبع. وبالرغم من ان الاتنين في ال40 ولكن الاسم ده بيرعبهم. وبنرجع لسنة 1988 مع بداية صداقة أكرم وأدري ونسرين. ال3 أصحاب كانوا عايشين في قرية صغيرة جدا، وتقريبا أهم حدث فيها هيحصل كمان كام يوم، وهو وصول سيرك جديد ومصروف عليه كويس جدا. وصل ال3 أصحاب السيرك، وبيشدهم هناك متحف الشمع، واللي جواه كان فيه تماثيل غريبة قوي. وبيلاقوا هناك تمثال لشبح الأوبرا، ولما بيمشي ال3 صحاب بيتحرك تمثال شبح الأوبرا. ومش كده وبس، ده بيمشي وراه. وفي يوم من الأيام أدري كان بيبص من البلكونة بتاع البيت، وبيلاقي ان التمثال ماشي تحت بيته، فبيقرر ان هو هيمشي وراه. واللي اول ما بيوصل لمتحف الشمع بيشوف أسوأ كوابيسه، اللي ولا اهله ولا حتى الشرطة صدقوه، بس اصحابه صدقوه. بيقرر ال3 صحاب ان هم هيدوروا على شبح الأوبرا اللي اكيد هرب من متحف الشمع. ولكن شبح الأوبرا مش بيستنى ان هم يجوا، هو بيروح لهم بنفسه. وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب زائر منتصف الليل للكاتب خالد أمين. مش هتندم ابدا ان انت قريت الرواية دي.